السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ دلوقتي احنا خارجين رايحين شارع اسكندرية، هعمل لكم جولة فيه، خليكم معانا. اهم حاجة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة، وهنروح اماكن جامدة وهعرفكم بقى كل حاجة. خليكم معايا دلوقتي يا جماعة. احنا خرجنا، احنا كنا في شارع الاذاعة والتلفزيون، في ظهرنا كده وده شارع اسمه علم الروم بيودي على شارع اسكندرية. نعرفكم مرسى مطروح. نمشي كده يعني مستنيين العربية ونركب عربية نروح فين؟ شارع اسكندرية. علم الروم. شارع الشارع ده اسكندرية اسمه ده علم في مرسى الروم، مطروح مش في بيودي على اسكندرية. شارع اسكندرية. فخليكم معايا شارع علم وهوريكم شارع الروم. اسكندرية ده عامل ازاي والحاجات اللي فيه، وعامله لكم بقى جولة جامدة فيه. فخليكم معايا وقولوا لي ايه رأيكم في الجولات اللي انا بعملها. انا عملت لكم جولات على الشواطئ ولسه مستني مني حاجات كتيره قوي. بصوا احنا العربيه نزلتنا فلقينا نقله النصر دي، فاحنا بيقولك دي احلى نقله موجوده في مرسى مطروح اللي هي العالم. مكتوب عليه لا يوجد لدينا فروع اخرى، وكان عليها توبير. قلنا احنا راجعين نجيب منها بقى، ولقينا المقله دي قصادها، فسبحان الله ما عليهاش حد خالص. فالراجل الحاج ده ادانا بيفرق كده، واقف بيفرق لب، بيفرق جميع انواع اللب، حطه في باسكت وبيفرق يعني. عنده صراحة حاجات حلوة والله حاجته جميله، وانا دقت اللب لقيته حلو قوي وناس ذوق ومحترم. ودي مقرمشات كده ومسليات، والمقله مليانه حاجات. الحاجات دي برضو ممكن تزينوا بقى التورت، وممكن تاخدوها كده كمسليات كده وانتوا قاعدين بالليل كده او على الشاطئ او في اي وقت. فعنده حاجات جامده وحاجات حلوه. من الناحيه دي شوكولاتات زي ما شايفين كده، عنده انواع شوكولاتات كل كتيره جدا. الشوكولاتات مكتوب عليها اسعارها، كل حاجه مكتوب عليها اسعارها بصراحه. وحتى لو قلت له دوقني اي حاجه يقولك اتفضلي دوقي، يعني ممكن تاكلوا لما تشبعوا ببلاش. كمان كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وبالف صحه. المقله دي انا هجيب لكم اسمها كده من بره. وده كان ده سوداني كده محطوط عليه جوز الهند، وشفت عنده حاجات غريبه يعني، بس حاجات حلوه حاجات جامده. دي زي ما قلت لكم الشوكولاتات اهي، بقيت انواع الشوكولاتات الموجوده عنده. هنا بقى في الوش كده كان عنده الحاجات دي اللي انا بموت فيها، القهوه اللي على الرماله. لو حد عايز قهوه على الرماله بيعمل له، عايز قهوه عاديه، عايز اسمه ايه التاني، كابتشينو وحاجات من دي برضو على بيعملوا. الرمل. لا مش على الرمل، في بتاع المكنه اللي جنبها دي. وكده خرجنا منها. هنكمل بقى ايه، نروح شارع اسكندريه اهو. انا بصور لكم واحنا ماشيين، يعني عامله لكم جوله كده واحنا ماشيين. احنا جايين من شارع عالم الروم، العربيه جرشت هناك، وبعدين مشينا كده لقينا الحاجات دي بقى. هنسمع نفسنا كده لحد ما نوصل لاخر شارع اسكندريه. زي ما قلت لكم انا عامله لكم جوله فيه وهوريكم كل حاجه فيه. بس اكتر حاجه لقيتها فيه اللي هي النصر اصل هو مشهور فالناس كلها مسميه نفس الاسم تقريبا، بس البادج بتاعه ما كانش نفس البادج. في النصر الاسلامي وفي النصر العادي وفي النصر اللي احنا شفناه دي. وهتلاقوا الناس دي قاعده بقى بتبيع كده في الشارع. فكرني بصراحه بالعتبه اللي في مصر اللي عندنا هنا في القاهره. العتبه مليان بقى ناس ومليانه حاجات ومليانه بني ادمين وحاجات كده. كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه هناك. بصي الزير ده عامل زي الزير بتاع زمان، وعاملين له كده حنفيه. ودي حاجات بقى كلها مصنوعه من الفخار. حاجات بتاعه القهوه ومجات ومش عارفه كل حاجه من الفخار، وحلل وحاجات كده من الفخار. دي حاجات رخيصه. عايزه اقول لكم الحاجات هناك في شارع اسكندريه حلوه قوي. الشراويل دي اللي انتوا شفتوها دلوقتي بتبدأ من 85 جنيه و100 جنيه و120. والتيشيرتات بتبدأ من 50 جنيه. شورت البحر 35 جنيه اي شورت. و30 و25 كمان. لا ده الصغنن خالص، الصغنن خالص اللي ب25، انما الكبير بيبدأ من 35 جنيه. وفي بلح بقى كتير برضو شفناه في شارع اسكندرية. البنطلون ده جنة كانت عايزة تجيب منه التلاتة ب100 جنيه. حلو والله العظيم اقسم بالله. بس ده ب65. شفناه ورا التلاتة ب100 جنيه. ايوه وشوف الجلابية دي، بص الجلابيات تقول دي البلوزات دي ب40 جنيه. هي جلابية ولا بلوز؟ دي بيلبسوها على الشط. لا مش على الشط، انا مش عارفه والله بتاعت البنات بقى. ماما تقول في الاخر هنشتري، في الاخر هنشتري، وفي الاخر ما اشتريناش. اشترينا من هناك من الناحيه التانية. اصل احنا نزلناه مرتين شارع اسكندريه. اول مره كده قعدنا نعمل جوله فيه ونصور ونزلناه تاني. بص بقى رحنا بقى في محل كمان اهو جنبه، محل العبايات السمراء، بس حاجات كده جامده العبايات السودا دي. بس اسعارها الوحيده بقى اللي شفتها هاي شويه. يعني اقل عبايه ب500 550، وانت طالعه بقى 600 و700 و800 وفي 1000 وشويه.
فهي اغلى حاجه شفتها هناك اللي هي العبايات السمراء. ده محل لعب الاطفال. في محلات هناك كتيره جدا لعب اطفال، كتير كتير ده جدا. هي شارع اسكندريه كله لعب اطفال اصلا. في محلات كتيره جدا لعب اطفال، وكلهم زي بعض ونفس الاسعار. وعلى فكره احلى حاجه بقى ان مفيش فصال، يعني انت السعر اللي يقولوه هو نفس السعر، مفيش ممنوع ما الفصال. بينزلوش جنيه حتى. مش زي العتبة بقى الفصل ممكن تنزلي يقولك ب10 جنيه تقولوا له ب2 جنيه عادي يعني. زمان شفتوا كده. بس في شوية العاب جامدة. انا بحب العرايس زي ما انتوا عارفين، شايفين وانا العرايس. كمان انا كان بحبها. نفسي اشتري كل العرايس اللي موجودة دي، يعني مش عارفة ايه، عندي عقدة نفسية العرايس، بحب العرايس قوي. هو عنده بصراحة المحلات صغنونة كده، بس ما شاء الله الله اكبر، مليانة مليانة حاجات لعب بضاعة. اطفال. فيها كل اللي انتوا عايزينه في لعب القطر، اي حاجه تسالوه عليها هيجيبها لكم. حتى فيها بالونات وفيها كل حاجه كل حاجه، واسعارها بقى عاديه، يعني زي عندنا زي القاهره وزي اي مكان موجود. مش يعني ما تفكروش ان شارع اسكندريه يبقى في حاجات رخيصه. الحاجات الرخيصه مع الناس اللي هي ايه، مش في محل، اللي بائعين قاعده اللي هم الباعة الجائلين دول، اللي هم بره يعني حاجه. وبيفصلوا. بس مرضوش ينزلوا برضو المنطلون، قالوا لنا ال3 ب100 ال3 ب100، والحاجات اللي الشراول وكده برضو قال لنا الواحد ب65، هي 65، ما برضاش ينزل ولا شيلين. بس كده احلى، انا بحب كده على فكرة. وهنا بقى بيبيعوا مايوهات وشابوهات كل حاجة كل حاجة انتوا عايزينها هتلاقوها في شارع اسكندرية. انا عامله لكم بس يعني ايه، زي جولة كده فيه، وبوريكم كل حاجة موجودة فيه. هنا بقى الشباشب، هنا كان الشبشب في شباشب 25 جنيه. ب25 جنيه الشبشب، بيبدأ من 25 وفي لحد 45 جنيه. بصوا جنة ده ب85 ولا خمسة ب5؟ وستين كان عاجبني قوي. ده الصغير يا جنة ب65 والله. اه. 65 والله حلو. وجنة كانت عايزة تجيب واحد منه. مشينا كده بقى. رحنا أماكن كتيرة بصراحة في شارع اسكندرية. هو فضلنا ماشيين مع نفسنا كده، وشوفنا حاجات كتير. وده بقى كان بينادي، كان بيقول الشراب ب5 جنيه، هو ده. جنة كانت عايزة تجيب ده تلبسها على المايو، بس قالك بكام؟ 90. 90 بس غالية على فكرة، غالية ب90 جنيه. هو المايو كله أصلا شفناه قدام، يعني المايوهات رخيصة. يعني المايو المايو 200. يا بنتي شفت مايو ب175، وهوريهولكوا دلوقتي مكتوب عليه 175، وسألت الراجل فعلا قال لي المايو ب175. هوريهولكوا ايوه دلوقتي، بيبدأ خليكم معايا. 175 وانتي طالعة. وشفت اللي هو المايو العباية، يعني الناس المنتقبة زي تجيب مايو عباية ب270 جنيه. حلوة قوي يعني، بتاعته بنطلون وهو لحد عباية زي العباية. الناس المنتقبة او الناس المتحشمة يعني زي يجيبوا مايو العباية ده. وفي بقى كل حاجة انتوا عايزين ده ب25 جنيه. شايفة المايوهات مايو هو دي؟ برضه المحل ده بيبيع المايوهات رخيصة جدا. بصي ب185 اهو. حلو قوي على فكرة، ده شكله بمية جميل على خمسة فكرة. وتمانين وفي قصاده بقى في حاجات كتيرة جدا في نفس المحل ده. لسه هندخله اهو زي ما انتم شايفين. في مدخلناهوش. مش هو ده اللي انا قصدي عليه. في تشكيلة كده، تشكيلة كبيرة، بيبدأ من 175 وانت طالعة بقى. المايوهات يعني المايوهات هناك بصراحة رخيصة. والمايو الرجالي ب35 جنيه. وهنا بقى تشكيلة مايوهات كبيرة قوي. يعني لو انتوا مشتريتوش من البلد اللي انتوا موجودين فيها، من محافظة القاهرة او من اي محافظة، ممكن تشتروا ممكن من تشتروا هناك. من اسكندرية، يعني ارخص انا شارع شايفة. اسكندرية. من شارع اسكندرية. احنا في مطروح دلوقتي في شارع اسكندرية، بس مش عارفة مسمينه شارع اسكندرية ليه. المهم ارخص، يعني ارخص من القاهرة بصراحة، وارخص من العتبة. لان احنا شارين المايوت من العتبة كانت غالية شوية عن كده، غالية بكتير يعني. معدية 300 و400 جنيه المايوهات في العتبة، لان ده موسمهم كمان. اللي عايز يشتري مايوت يبقى يشتريها في اخر الصيف ويعينها للسنة اللي بعديها. بيعملوا تخفيضات في اخر الصيف اهو. زي ما انتوا شفتوا كده دي المايوهات، وقلت لكم هناك رخيصه بصراحه في شارع اسكندريه. احنا بنقول لكم على اسعار كل حاجه، وكل حاجه يعني بجد وبصراحه. الحاجه الغاليه بنقول لكم ان هي غاليه، الحاجه الرخيصه بنقول لكم ان هي رخيصه. الالعاب سعرها زيها زي اي محافظه، زي ما زي هنا القاهره، زي اي حته. الرخيص قلت لكم اللي هي البناطيل اللي هم ال3 ب100 دول. عندنا هنا غاليين. ايه تاني؟ سعر البلح رخيص، سعر التوابل برضو رخيصة هناك. حلو. هي الحاجات اللي هي شوية غالية شوية دي تلاقي الألعاب والحاجات دي. الالعاب غالية هناك، الالعاب غالية. وايه تاني؟ بصوا بقى ده برضو بوريكم واللبس بقيت. برضو غالي.
يعني في حاجات وحاجات بصراحة. لا في تيشيرتات رخيصة، الواحد بيبدأ ب55 لحد وانت طالعة و70 و80 و100 وشوية. حلو. يعني حاجات كده حاجات كده وحاجات كده. احمد بقى كل برضو ما كل يشوف، شوية يقف عند محل لعب ايوه كل احمد. ما يشوف محل لعب اصلا بيقف عليه. ومحل اللعب، محلات اللعب هناك اصلا كتير جدا. ده بيبقوا مترصصين كده جنب بعض. ما انا بقولك محلات اللعب هناك كتير كتير قوي كمان. ايه بقى ايس كريم عزة، كل ما نروح حتة لازم ايس كريم عزة، وتلاقي عليه زحمة طعمه زحمة. حلو على فكرة. هو طعمه حلو بس يعني في ايس كريم كتير طعمه حلو برضه. مكتوب مرسى مطروح اهو. ده كشري هند. احنا اصلا كنا متغديين، فاحمد وتوته ما بياكلوش اللحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، وزهقوني في عيشتي، فبيحبوا الكشري نباتيين، فقلنا نجيب لهم كشري، واحنا جايين واكلين احنا كمان، بوظنا الدايت. لا بس انا ما اكلتش، ما كنتش عايزه اكل. احنا كنا متغدين، بس كنا متغدين من المغرب، ودلوقتي كانت الساعه مش عارفه 11 ولا ايه. المهم العيال التانيين جم هما كمان اهو، وكلوا برضو كشري، واحنا متغديين وكلوا تاني. زمان شفتوا كده قطعة السرول ب10، وفي عندك قطعة الجاتوه العادي عاملة 7 جنيه. تمام. بالنسبة للتورت في عندي تورتة لوتس عاملة 160. في عندي تورتة شاية صغيرة شوكليت ديت عاملة 50. في فور سيزون بتبقى لوتس ديت عاملة 130. في تورتة عادي 3 سيزون ديت عاملة 140. في تورتة مربع ونص ديت عاملة 150. في تورته قلب صغير عامله 90 نص ونص عادي. تورته شهيه دي فلوتس ديت عامله 60. في عندك تورته شهيه عادي ديت برضو عامله 50. في حاجه فور سيزون زي كده اللي جوه ديت عامله 160. دي صح؟ دي بالنسبه لاسعار التورت والجاتوه. المشبك بكام؟ في المشبك في عندي كيلو مشبك ب 40 جنيه. في القرص نص كيلو بيعمل قرصين عامل 40. في عندي علب مغلفه العلبه كيلو عامله 40. في عندي هنا اهوت 5 اقراص، الكيلو عباره عن 5 اقراص، الناس اللي عايزه تهدي بالكميه يعني. عامله 40 برضه. في كيلو بيعمل 4 اقراص ب 40 برضه نفس الكلام. اسعار الزلابيه بقى. الزلابيه في عندي بلح الشام كيلو 60. صوابع زينب الكيلو ب 50. في الزلابيه العسل الكيلو عامل 40. في الزلابيه الشوكولاته نوتيلا البندق عامله 80. كل ده على السكر. مش السكر حاجه بسيطه. بالنسبه للزلابيه السكر عامله 60. الزلابيه السكر سكر بودره. تمام. ماشي تمام. اسعار بقى الهريسه دي كنافه بالقشطه، بس القشطه بتتحط وقت التقطيع عشان القشطه عندي بتتحط في الثلاجه. تمام. ده الكيلو عامل 100. دي متدلعه الكيلو عامل 70. دي عزيزيه المايك عشان الصوت يبقى تمام. دي عزيزيه بيضاف لها نوتيلا الكيلو عامل 50. لما تحط لها نوتيلا بيبقى عامله 70. دي نوتيلا بالبندق بالفلوتس بالاوريو الكيلو عامل 100. بالنسبه ديت كنافه كريمه عادي في منها بالكاستر ده الكيلو عامل 60. تمام. خش على هريس الساده كيلو عامل 30. هريسه حشو بندق فينش بندق من فوق ديت عامله 60. بسبوسه بالبندق عامله 60. وديت بسبوسه ساده عامله 40. وديت هريسه محشيه ده الكيلو عامل 40. تبقى محشيه جوز هند وسبيط ضب على فينش بندق خفيف من فوق. تمام. الكيلو عامل 90. بقلاوه ديفور بقلاوه الوان كنافه عيش كنافه سيجار كنافه بورما. الاسعار برضه مش الست توتال 90 و80 من الرينج من 80 ل 90. تمام. شكرا. ودلوقتي يا جماعه يعني زي ما قلنا لكم برضو في محلات حلويات كتير ومقرمشات وفي حاجات كتيره جدا، وفي بقى جائرين برضو كتيره قوي ومعاهم حاجات كتير. كل اللي انتوا عايزين تشوفوها تشوفوها. في شارع اسكندريه ده، شارع الاسكندريه ده مليان حاجات. رجعنا بقى للمقله لقيناها برضو لسه زحمه، اللي هي المقله دي مش عارفه، انا كنت عايزه اخد منها عشان اشوف ايه سر الزحمه اللي فيها. ما عرفناش نجيب على فكره في اليوم ده ومشينا.